هناك رواية يسأل عن صحتها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى باب الصفة واستأذن أهل الصفة، قالوا من؟ قال محمد، فلم يأذنوا له. ثم عاد فاستأذن، قالوا من؟ قال محمد مسكين، فأذنوا له. الرواية هذه من الأكاذيب التي نسجت خيوطها. أولا، الصفة ليس لها باب، بل يأوي إليها من الصحابة من لا أهل له. أهل الصفة هم من الصحابة، هم من الصحابة، ولهم من الفضل ما لهم، ولهم من التقدير لدينهم ورسوله ما لهم. ولم يكن أحد من الصحابة لا من أهل الصفة ولا من غيرهم أن يستخف برسول الله، حاشا لله، حاشا لله.